هنا خرجنا نحن جريدة الحياة الجمعوية لمشاهدة الأضرار التي تسببها فيضان الفنيدق صبيحة يوم السبت. لم تكن مشهدا سينمائيا أو لقطة فيلم مصطنع، إنه الواقع. الفنيدق تتعرض للفيضان للمرة الثانية. على الساعة 12 اندفعت المياه بسرعتها الفائقة نحو شوارع وأزقة المدينة من كل الجوانب لتصنع من الفنيدق فيلم رعب أنتجته قوة الخالق. حي سيدي بوغابة كان أول من عاش فزع الفيضان الجارف. قوة المياه جعلت من وزن السيارة وزن بالون بلاستيكي يطفو فوق الماء. الكل يناشد السلطات وذوي القرارات والشركة الخاصة لصرف القنوات الصحية، فلا عين رأت ولا أذن سمعت. هذا هو الواقع. الفنيدق في كابوس لا يصدق. بعدما كانت بلسا تحظى بجمال شارعها، ها هي الآن بركة لرياضة الجيتسكي، نوع خاص من نفس الرياضة. السيارات تطفو فوق الماء. كان يجرف التربة فجرفته المياه، فأيهما تصدق؟ واقع مر لا يطاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن الآن كمن يشاهد بركة لتربية الإوز، وليس بمؤسسة تعليمية غارقة وسط المياه والأوحال لتجعل من مدرسة علال بن عبد الله مسبحا سباحوه الطاولات والضفاتر. لم ينج من هذه الكارثة إلا من حباه الله ونجاه. هذه محطة الحافلات كانت مسرحا لهذه العاصفة الرعدية التي شردت رزق أناس لا معيل لهم إلا الله. ما تشاهدونه أمامكم ليس مشهدا من أمريكا ولا أوروبا ولا آسيا، إنها الفنيدق، المدينة السياحية التي تجلب الآلاف من الناس لزيارتها. الران في الماء نوع جديد بمدينة الفنيدق. استمتعوا بالمشاهدة ودعوا لجنة التحكيم من طرف المسؤولين لتعطي نقطها في الموضوع، فنحن ننتظر منكم لوحة الشرف.
رجال الامن هنايا قال لك دابا غادي يجيو بومبيروس، علاش ما جاوش؟ الطوموبيل هنايا وما عرفنا واش بنادم ميت في ذاك الكراج مغطي بالماء، علاش ما جاوش؟ شنو الطوموبيل هذا؟ الراجل ها هو رانج روفر، ما عرفنا واش بنادم ميت في ذاك الكراج. واحد من السكان ولا رجال الامن بيدهم جاو ما عطاو حتى شي علاقه، جاو السياره اللي هنايا واش ديال شي واحد من السكان؟ الكراج ديالهم عامل فيه الطوموبيل فهاد الطريق كامله قادت واحد هنا، والله هذا مخير بزاف. وهاد امانديس تقول لك حنا تنصلحوا حتى تصلح بزاف على هاد الاصلاح اللي تيكذبوا علينا هادو. دابا حتى رجال الامن جاو قال لك استنى، هادشي ضرب به، عرفنا هادشي ضرب به بالحق، جبنا علاش مخرجين هاد البومبيروز وهادشي.